السلام عليكم. عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده الفراخ المشويه. اول حاجه هنحضر التتبيله بتاعتنا، تتبيله الفراخ. دول 3 بصلات متوسطين قطعناهم، ومعاهم توم ومعاهم بصل اخضر. هنبدا نحط عليهم ربع كوبايه من صلصه الطماطم، معلقتين من الصويا صوص. التتبيله عباره عن بصل وتوم وفلفل، معلقه صغيره من الشطه الحاره ده اختياري، معلقه صغيره من المستردة، حبة صغيرة من الكركم، رشة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الملح حسب الرغبة، عصير نص ليمونة. هنضرب كل المكونات دي في كبة. هننزل المكونات دي كلها كده، ومعانا فرخة غسلينها ومقطعينها ومغسلينها كويس. هنقلبها في قلب الخليط، هنغطيها ونشيلها في التلاجة اكتر وقت ممكن، يعني اقل حاجة ساعتين. الفراخ بتاعتنا اتبلت، هنبدأ نحضر الشواية علشان نشويها. في الشواية بتاعتنا حبة من الزيت، وهنزل الفراخ زي قبل. دي كانت الفراخ المشوية بتاعتنا. طبعا الشواية دي على عين البوتاجاز، وطبعا بتابعها وكل شوية لما تنشف الخلطة بتاعتها بحط لها حبة من الخلط، وازودها مية وبغطيها بالغطا بتاع الشواية اللي هو ده لحد ما تستوي. وبعد كده نطفي النار ونحط منها على رز وهناك أكلات تانية. مع السلامة، باي باي بإذن الله. السلام عليكم.